عاوزاكي تفكري في حاجة. لو انتي مش واثقة في نفسك، ليه حد تاني ممكن يثق فيكي؟ لو انتي قطعت شوط طويل قوي في رحلتك علشان تنجحي في حاجة معينة او في شغلك مثلا وهكذا، ودلوقتي عاوزة توقفي، خلاص تعبتي، انتي مش شايفة نهاية الطريق. افتكري ان النجاح مش ضربة حظ. النجاح بيجي من خلال التراكمات اللي انتي ماشية فيها دلوقتي، كتر المواقف اللي تعرضت لها، كتر التعب، كتر الارهاق، كتر السهر، كتر التخلي عن حاجات. هو ده اللي هيعمل لك الفرق. افتكري قد ايه انت تعبتي في الرحله دي، وقارني بنفسك. هل انت النهارده هي الشخص بتاع اول ما بداتي؟ طب لو قررتي توقفي دلوقتي، هتبقي راضيه عن نفسك بعد سنه؟ طب لو قررتي تكملي، هتبقي فين بعد سنه؟ انك تكملي او تفضلي واقفه مكانك هو باختيارك وقرارك انت. بصي حواليك، هتلاقي كل الناس الناجحه اللي انت منبهره بيهم دلوقتي هم في يوم من الايام كانوا عند النقطه اللي انت واقفه فيها اصلا دلوقتي، بس هم قرروا انهم يكملوا ما يقفوش. مفيش حد ناجح ما انكسرش، بس هم قرروا انهم يوقفوا تفكير ويبدأوا في الفعل. فكملي، ما توقفيش بعد كل التعب اللي فات. ايوه انا شايفاكي وحاسه بيكي، مش ده الوقت اللي توقفي فيه، عشان تعبك اللي فات ده كله ما يستحقش انك تهدميه، وعشان الحياة لسه مستمرة معاكي قد كده، وان انتي مش مطلوب منك غير انك تسعي. يمكن انتي راسمة لنفسك طريق معين، واللي بتشوفيه مش هو اللي انتي راسماه بالظبط، بس مين قالك ان ربنا مش شايلك حاجة احسن؟ كل التحديات والصعوبات اللي انتي بتواجهيها دلوقتي، اعرفي ان هي بتهيئك انك لما تمسكي حاجة تقيلة تبقي قدها. انما لو انت ضعيفة دلوقتي، لسه ما عندكيش خبرات كفاية، ما خدتيش تحديات كفاية وعارفة ازاي تتصرفي، وجيتي بقيتي في حتة كبيرة قوي ومركز وهكذا، مش عارفة تتعاملي. فانت ده كله اعرفي انت بتتهيئي عشان لما تمسكي المنطقة دي خلاص، انا عارفة انا هعمل ايه. فكل التحديات اللي انت بتعدي بيها دلوقتي هي طريق نجاحك، ما تسيبيش الطريق دلوقتي.